بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من اتبع الهدى، والصلاة والسلام على نبي الهدى. تعالوا أنا عازماكم في مطعم تكة على أحلى فرخة بتتبيلة ما حصلتش، والعيش البوري الهندي. هي أكلة كلها هندية. هجيب لكم تكة لغاية عندكم في البيت. عايزين نبدأ بالعيش لأنه هياخد فترات راحة. وهو بيرتاح نكون تبلنا الفراخ وشوف هنعملها ازاي. العيش مقداره حسب رغبتك، يعني انا عامله كوبايتين، ممكن تاخديهم 3 4 حسب الكميه اللي انت عايزاها وحسب اعداد افراد الاسره. الكوبايتين دول هستعين معاهم بحوالي نص كوبايه ميه، يعني مش هاخد الميه دي كلها. خلاص، ميه فتره عاديه من الحنفيه ما فيهاش اي حاجه. هحتاج معلقه سكر ومعلقه، وطبعا ملح ذره صغيره. طبعا يكون الملح ناعم عشان ما تحسيش بيه وانتي بتاكلي، مع انه كله هيدوب. انا بخلط الدنيا دي مع بعضها. خلاص كده. ومعايا كمان في مقاديري معلقتين زيت، دول بحطهم في الاخر. عايز تحطيهم في الاول وتفركي الدقيق عشان يتشرب الزيت، ماشي. عايز تبدأي تعجني وتخلي الزيت في الاخر للتنعيم، ماشي. الاتنين صح، مش هيغيروا حاجة. هنزل بالمية بالتدريج. العجينة عايزاها متماسكة، مش بتلزق ومش مرنة، قصدي يعني مش لينة، لان العيش ده هيتقلي في الزيت. طيب ناخد بقى معلومة. المخبوزات اللي هتخش الفرن تتخبز في الفرن تبقى لينة وفيها تلزيقة. المخبوزات اللي هعملها على النار سواء قلي او على الوك كده يعني ناشفة، بحبها متماسكة ويعني صلبة شوية كده ومش بتلزق. العيش معايا مفهوش اي ماده رافعه، يعني لا بيكنج باودر ولا خميره ولا اي حاجه. هيعتمد على ايه؟ على الراحه. يعني كل ما ريحتيه كل ما خدتي منه نتيجه افضل. كده احنا يعتبر خدنا كوبايه الا تلت، وبرضو مش عارفين هي هتكتفي ولا هنعوز تاني. هي محتاجه ايه؟ بسيط كده من الميه. كده يعني يعتبر بشويه الميه الاخاره دول احنا خدنا كوبايه. عجينه اتحسنت جدا بشويه الميه الاخاره دول. فاضل لي معلقتين زيت، زيت ذرة عادي خالص. طبعا الزيت كل ما كان نوعه نضيف عشان الطعم والريحة واللون يكون افضل. حتى واحنا بنقلي عايزين زيت غزير، حرارته متوسطة، مش ساخن قوي ولا دافي، عشان اخد النتيجة اللي انا عايزاها. رجعها البولة تاني، بقعة زيت بس كده في القاع عشان لما اجي اطلعها ما تكونش لازقة. واغطيها وسيبيها ترتاح. مش هنخمر ولا محتاجين مكان دافي ولا حاجة. هي جنبك كده سيبيها ترتاح عشان ما تعذبكيش في الشغل. الاول انا معايا صدرين فراخ، عايزه اقطعهم تقطيعه الايه، الشيش طاووق. بمعنى هاخد منها مكعبات محمله، يعني مش ضعيفه. وتقريبا كده لازم تبقى ايدي متوسطنه كلهم مقاس واحد. المقاس ده حلو جدا، تسويته تبقى حلوه وطري وما يشدش معاكي في النار. تتبيله التكه جميله ومختلفه. على نار البوتاجاز وفوق كده نونو على قد التتبيله. تمام. هنزل بزيت او زبده او اي ماده دهنيه تحبيها. الزيت عمال ما يسخن عايزه انزل فيه ايه؟ توم.
معلقة توم كده حلوة. هنزل مع التوم بايه؟ بمعلقة جنزبيل. زي ما قلت لك انا معايا كيلو، فلو هتضاعفي الكمية هتضاعفي التوابل. بعد الجنزبيل عندي ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، بابريكا. البهارات بقى المتاحة، يعني انا عندي ال11 بهار، بس ديت مش براند، دي من عند العطار. عندك بهارات التكة يا ريت، عندك بهارات جرام مصالة الهندية احلى واحلى. انا عايزة بقى التوابل اللي تتشوح وتطلع الريحة كده، وتحس ان ايه، البيت البيت كله تعطر من التوابل الحلوة دي. هنزل بايه؟ هنزل بمعلقة صلصة، لو صلصة بيتي ماشي، صلصة معلبات ماشي. انا بحب الباكيتات دي، بقت عجباني اوي الايام دي، لان الباكيت ده يعتبر معلقة حلوة مليانة، وطعمها ولونها بيفرقوا معايا. هنزل كده بحوالي معلقتين خل. خلصنا تحميصة التوابل. بعد ما تنزل من على النار هضيف ليها كوباية زبادي. كده التتبيلة بتاعتي كلها خلصت. وادي الفراخ بتاعتي، نصفي المية دي عشان قلنا اي مية في الفراخ ما تخليهاش تشرب ايه التتبيلة. كده شكرا. على التلاجة بقى لحين بقى ايه، لحين اشعار اخر. مر نص ساعة على العجين. نقول المعلومة تاني ل10 مرة. اعرف ازاي ان العجين ارتاح ومش هيعذبني في التقطيع والفرد، خصوصا في العجينة ما فيهاش بيكنج باودر ولا خميرة، ان اضغط عليها كده صبعي ما يردش كده، هي فعلا مرتاحة واخدت راحتها. خلاص نبدأ نقطع. التقطيعة والحجم حسب راحتك، يعني الرغيف اللي جاي ان شاء الله ده حسب راحتك انت، يعني ممكن تبقى قطعة كده تمام، ممكن اكبر اللي يريحك. بتجمعي كده اطرافها، تعملي زي بقجة، تحطيها كده على كف ايدك وتديها تدبيرة حلوة من تحت. في اي مسطح بقى يريحك، رشة دقيق حلوة عشان ما تلزقش، ونرص الايه الكور بتاعتنا، وهكذا. بتاخدي كده اطرافها تجمعيهم في النص زي السرة. خلاص اطمنتي، تدوريها وتاخديها ايه كده من راحة ايديكي عشان تاخد الشكل الجميل ده. لما هنيجي نفرد ان شاء الله بناخد اول كورة ارتاحت، بنبدأ من الاول، من اول واحدة اشتغلنا فيها. برضو هغطيها تاني نص ساعة كمان ونرجع لها. مرت الفترة المظبوطة او النص ساعة المتفقين عليها، وبرضو نختبر. دي اول قطعة اشتغلنا فيها اهي الحمد لله، واللي بعدها واللي بعدها كلهم اخدوا الراحة. جهزي فوطة، بعد ما نفرد هنحط على الفوطة ونغطي فوطة تانية عشان ما ينشفش، وبرضو هنسيبه يرتاح نص ساعة. رشة دقيق كده كويسة فوق وتحت القطعة اللي هنشتغل فيها. الاول افرديها بايديكي وبعدين بالنشابة. طيب انا عايزة سمكها قد ايه؟ سمكها ما بين 4 ل5 ملي، مش سنتي. لو رققناها قوي مش هتنفخ، ولو سبناها مكلبظة مش هتنفخ. فاحنا ايه بالعقل كده. خلاص. عايزاها شكل دائري ماشي، عايزاها شكل بيضاوي، حتى مربع، سيبيها شكل عشوائي اللي يريحك. هي كده كده في النار بتنفخ وبتاخد كده ايه وضعها اللي بيريحها بتعمله. حلو قوي كده. المقاس والسمك، سمكها قد ايه؟ اهو 4 5 ملي، واسيبها هي ترتاح واخد اللي بعدها. المجموعة كلها، مجموعة تحت ومجموعة فوق،
ولما هنيجي نبدأ بايه؟ ابدأ بالاولانيين اللي انا بدأت بيهم. عشان كده انا عايزة اعمل العملة ديت اعكس، اخلي الفوطة دي هي اللي تحت والتانية هي اللي فوقيها. خلاص كده يبقى ده كل الشغل اللي طلعناه، التمن ارغفة، ونغطي ونرتاح برضو نص ساعة ونرجع لهم تاني. برضو نستغل فرصة العجين بيريح، وناخد بقى الفراخ بتاعتنا الجميلة ديت ونسيخها، او نحطها على عصاية الشيش طاووق. العدد حسب حريتك، او شوفي عايز تعملي كام عصاية وقسمي الدنيا معاكي عشان تطلع على عدد افراد الاسرة. نحب نسيب مسافات عشان يعني الحرارة تتخلل القطع وتستوي بسهولة. ممكن نخلي كده مبدئيا لغاية لما نشوف الكمية بتاعتي هتعمل كام سيخ، ونرجع نزود او ننقص. الصاج ده انا فرشت فيه ورق فويل عشان بس الحاجات اللي هتنزل ما تغلبنيش في التنظيف في الصاج بعد كده، لكن ممكن من غير ورقة فويل. هنحط في قاع الصاج ده مية عادية خالص عشان نعتمد على البخار بتاع المية في تسوية الفراخ. مش هنغطيها، هنعتمد هي هتستوي مع يعني حرارة الفرن، وهتبقي مشغلة من تحت بس، هتستوي ان شاء الله، هتبقى زي الفل. الرف بتاع الفرن هقربه من القاع، لكن مش هحطها على القاع مباشرة. الفرن طبعا بيبقى مسخن قبلها عشان تخش على طول على تسخين عالي، مبقاش الفرن بارد وهي طالعه من التلاجة باردة، هتنشف جدا. عشان تخش في مرحلة التسوية هتكون بقت مفتلة كده ومش ظريفة. لكن الفرن سخن هتخش على طول، تخش في تبدأ في مرحلة التسوية سريع سريع. ده هيبقى شكلهم كده النهائي. ناخد بقى التتبيلة الحلوة ديت ونمسح عليهم كده، وشوية مية عادية خالص في القاع، لا سخنة ولا حاجة. طبعا لو سخنة بتبقى أفضل عشان البخار يسرع بالتسوية. نيجي بقى لتسوية العيش. محتاجين زيت نوع كويس، كمية وفيرة، عشان العيش لازم يغطس كاملة في الزيت، والوك بتاعتك تبقى مناسبة للحجم اللي احنا قطعناه فردناه. ممكن تبقى حلة كده نونو عشان ما نستهلكش زيت كتير، بس هنقطع قطع نونو. الزيت بقى عايزاه سخن بس مش حامي قوي ولا دافي، هنختبره وهقولك دي الدرجة المظبوطة. الزيت معرفش واضح في الكاميرا ولا لا، مادام عمل فقاعات كده وبتجري كلها ورا بعضها، دي درجة السخونية المطلوبة. خلاص نسمي بالله كده وناخد اول رغيف. لازم ينزل يقعد في القاع، هتلاقيه هبط لتحت حلو قوي، سيبيه يهبط، هو هيعلى لوحده، ما تجيش جنبه الا لما يعلى. اول ما يعلى لوحده هيبدأ الزيت يقل من على السطح، اخد انا من الزيت وادي السطح تاني من غير ما اخبط فيه، عشان لما ينفخ ما اخبطش اطلع الهواء منه. مش هقلبه الا لما احس ان هو خلاص اتلون من ناحية من اول الطرف. نقلبه بقى انه كده اخد اللون الذهبي الحلو. حابه تغمقيه اكتر من كده مفيش اي مشكله، ان شاء الله مش هيشرب زيت مادام نوع الزيت عندك كويس. وبرده بنطلعه على مناديل مطبخ عشان لو في اي حاجه بيصفيها. تمام كده، واخد اللون هو الناحيه التانية. صفيه بقى من الزيت خالص. طبعا كل رغيف بيبقى احلى من اللي قبله، لان الزيت خلاص اشتغل معاكي، او انت ايديك اشتغلت وعرفتي تبدأي ازاي وتنهي ازاي. دايما دايما كلنا بنقع في الوقعة ديت. اول قطعة من كل حاجة بتبقى حظها قليل شوية،
على التانية والتالتة الدنيا بتظبط معاكي. حتى لو بتجربي وصفة لأول مرة ممكن بتبقى ايه مش ناجحة 100%، وبعد كده بتظبط معاكي قوي. حبيت اقولك بس ان هو ما بيشربش زيت، او كل الزيت اللي فيه نزل على الورقة، واظن الكمية مش الفظيعة الجامدة يعني. فيعتبر كده هو فعلا ما خدش، يعني اتخلص في الورقة هنا وهو ما شالش معاه زيت. فان شاء الله هيبقى اكلته خفيفة وحلوة وبألف صحة وعافية. ادي العيش البوري واحنا في انتظار التكة في الفرن. الكوبايتين عملوا معايا 8 قطع بالمقاس ده. ممكن تصغري على فكرة يطلعوا معاكي 10. يلا ندوق الجمال والروعة. اولا تتبيلة فوق الخيال، ما اخدتش في الفرن يعني، ما كملتش ساعة الا ربع. فرن حامي قوي. نقطع بقى كده حتة عيش جميلة. بص الجمال بقى، قرمشة وتوريقة واخر طعامة. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش تحفة والله، يتاكل حاف. ده عايز بقى حبة جبنة وعسل. انا بالنسبة لي هضحي بالفراخ، هشتغل جبنة وعسل النهاردة. حلوة قوي التتبيلة، الوصفة، العيش، الدنيا كلها زي الفل. لو جربتوها وعجبتكم دعوة حلوة، قولوا ايه رأيكم في الكومنتس. استودعكم الله واشوفكم على خير.